لو عندك ورق استرتش تعالى اقولك ازاي هتحافظي بيه على عمر الخضرة عندك لأطول فترة ممكنة. مبدئيا كده احنا في بداية تقريبا كلنا كده بنروح السوق مرة واحدة في الأسبوع، والخضرة زي ما انتم عارفين يعني زي ما بنقول روحها قصيرة، فعايزة أول ما بتجيبها بتستعمليها. طيب هتحافظي عليها ازاي لو انت عايزة مثلا تشيليها لآخر الأسبوع؟ تعالي كده أقولك هنحافظ عليها ازاي بطريقة سهلة. مبدئيا كده الخضرة لو فيها أي حاجة دبلانة أو أي حاجة لونها بني زي كده لازم تشيليها، لازم تشيلي الحاجات دي منها قبل ما تحفظيها. طيب تاني خطوة هنعمل ايه؟ وهنا فردت ورقة الاسترتش لازم تكون مفرودة بطول الخضرة كلها، يعني لازم هتفرديها بحيث تبقى مغطية الخضرة من أولها لآخرها، ما بتفصلهاش، بتحفظيها كلها مع بعض، بتلفيها كويس ورقة الاسترتش. ودي كده شكلها بعد ما قفلتها خالص. لازم تبقى محكمة الغلق من هنا، لازم تبقى قافلاها كويس، ولازم تبقى محكمة الغلق برضو من هنا، لازم تبقى قافلاها كويس من يمتين، ما يكونش مبلول مية. بتشيلها في رف التلاجة عادي بيقعد معاكي الأسبوع. ودي الطريقة الأمثل إن احنا